امين اللهم امين. معنا واحد اسمه جمال دخلناه صعدناه. السلام عليكم. اخواني تفضل. عليكم السلام. وعليكم السلام. حيا الله الشيخ ابو يوسف الهاشمي. شيخنا البخاري يدعو للدهريه والالحاد بالروايه 7491، فهل انت مع البخاري بالدعوه الى الالحاد او تنكر عليه هذه الروايه؟ اقرا الروايه. ما هي الروايه؟ تفضل اعطي روايتك كما اخبرك الدكتور ابو انس. تمام. الروايه رقم 7491. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري ما يحتاج عن السند. سعيد بن المسيب اقرا الحديث عن ابي مباشر. هريره قال النبي صلى الله عليه واله وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر. وهذه دعوه دهريه. بيد الامر اقلب الليل والنهار. الدهر هو الليل والنهار، فكيف يكون الله هو الدهر؟ وحاشا لله. لكن هذه دعوه الى الدهريه والى الالحاد. فهل انتم مع البخاري في الدعوه انت الى سال الدهريه السؤال، والالحاد او اسكت تنكرون اكتم عليه؟ اجيبك. اسكت واكتم اجيبك. اولا هنا الله سبحانه وتعالى قال لا تسبوا الدهر، وثم ذكر الحديث بعد ايش قال؟ بيدي الليل والنهار وقلبوهما كيف اشاء، اي ان الدهر مخلوق لله عز وجل سبحانه وتعالى ما شرفكم به. وانت هل تعلم ان البخاري له شروط وضعها لا انتم ولا اهل السنه، يعني خلينا نقول من العلماء استطاعوا ان ياتي بمثل هذه الشروط اللي هي المعاصره واللقيه والسماع في كل راوي. أحسنت جزاك الله خير. قلت أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الليل والنهار، والدهر يعني أنه مخلوق، وهو الليل والنهار. إذن كيف يقول أنا الدهر؟ يعني هل هو مخلوق؟ هل الله هو المخلوق؟ يعني هذا أنا نقطة. خالق النقطة الدهر. الثانية، يعني خلينا نكمل. وين قال أنا الدهر؟ ما قال أنا خالق الدهر، قال أنا الدهر بيد الليل والنهار، وأنت تقول الليل والنهار مخلوق. شنو الشرح؟ هذه الرواية ما يحتاج إلى شرح، فإحنا ما نحتاج إلى ترقيع. خلينا نكمل كلامي. اسمع يا جمال. خلينا نكمل. أتمنى أن يقدم لي شروط البخاري الآن بخط يده. أتحداه تحدي بأن يعطيني شروط البخاري. يلا تفضل. انزل. لا كرامة. لا تهرب. لا تهرب. ما أهرب، بس أنت حمار ما عاد تفهم ايش قاعد أقول. إذا أنت حمار أنا ايش أعمل لك؟